منذ زمن بعيد في قرية الصيادين في الصين بتكون في بنت صغيرة بتلعب جنب البحيرة، وأبوها بيجهز عشان يروح الشغل. ولما بيشوفها زعلانة إنه هيمشي تاني، راح للمية وبدأ يهزر معاها وخلاها تضحك بدل ما تعيط. فجأة بيبدأ الراجل يتخبط ويتشنج جوه البحيرة، وبعدين حاجة من تحت بتسحبه وبتغرقه، والبنت بتفضل تضحك ومش بتكون واخدة بالها إن أبوها في خطر لحد ما بيختفي، ومش بيفضل غير الدم في البحيرة. وأهل القرية بيروحوا بسرعة وجابوا صياد شياطين اللي بدأ يقول تعاويذ ويرمي متفجرات في البحيرة، والبحيرة بتنفجر وسط دهشة الجميع. وفي الآخر بيصطادوا سمكة شيطان عملاقة، والصياد بيقول إن السمكة دي فيها شيطان هو اللي قتل الراجل. والناس بيفرحوا وبيشكروا الصياد، لكن واحد منهم بيقول إن السمكة دي مش شيطان ولا حاجة، وإنها مجرد سمكة شيطان عادية. والراجل ده بيكون اسمه تانج، وطلع هو كمان صياد شياطين ومتدرب عند راهب. والصياد التاني أول ما بيسمع الكلام ده بيتهم تانج إنه متواطئ مع الشيطان، وأهل القرية بيهجموا عليه وبيضربوه وكمان بيكتفوه بالحبال. والناس بعدها بينزلوا البحيرة وبيكونوا فاكرين إنها بقت آمنة، لكن تانج كان واقف بيتفرج عليهم وهو فاقد الأمل. واحتفالهم مش بيدوم كتير، لأن فجأة وحش عملاق طلع واتهم واحدة قدام عينيهم، والكل بيكون مصدوم. والناس بتهرب بسرعة ناحية الشط وبيكونوا فاكرين إنهم في أمان برا البحيرة، لكن الوحش أثبت العكس لما بدأ يصطادهم بلسانه. والبنت الصغيرة بتجري تدور على أمها، لكن الوحش بيستغل الفرصة وبيخطفها وحاول يسحبها للبحيرة. وأهل القرية حاولوا ينقذوها وبيقطعوا لسان الوحش وهي على حافة الجسر، لكنه بينط وبيخطفها. وأمها بتتجنن وبتنط وراها في البحيرة وبتحاول تنقذ بنتها. وفي نفس الوقت تانج كان بيحاول يفك نفسه، والأم بتتجمد من الخوف لما الوحش العملاق طلع قدامها وكأنه بيبصلها بغضب، وبتتوسله إنه يرجع بنتها، ورغم كده بيبلعها هي كمان. والوحش بيدمر الجسر والناس بيسقطوا على الأرض، وطفل صغير بيبدأ ينزلق ناحية الوحش بعيد عن أمه. ولحسن الحظ تانج بيكون لسه فاكك نفسه، وبسرعة بيمسك الطفل قبل ما يسقط. وفي نفس اللحظة الوحش كان جاي عليه، وتانج بيقدر يهرب في آخر لحظة وبيستخدم وزنه عشان يقفز ناحية الناس وبيرجع الطفل لأمه. لكنه بيشوف إن صياد الشياطين المزيف مستخبي زي الجبان. وفجأة بنت ضخمة خرجت من وسط الناس، وكل خطوة ليها كانت عاملة زلزال، وبتنط ناحية الوحش وبتنزل بكل قوتها على المنصة. والوحش طار في الهواء وبينزل فوق الصياد المزيف قبل ما يقدر يهرب. وبيبدأ الوحش في التحول لحد ما في الآخر بيبقى شاب شكله مش بيأذي حد. وأهل القرية بيشوفوا اللي بيحصل وبيحاولوا يقتلوا الشيطان، لكن تانج بيوقفهم وبيقول لهم عنده طريقة أحسن. وبيطلع الراجل شوية آلات موسيقية وبعدين كتاب، وبيستعد علشان يستعمل موهبته في الغنى عشان يحول الوحش من شرير لخير. وتانج بيبدأ يغني بطريقة فظيعة، والشيطان وكل اللي حواليه بيتلخبطوا من الصوت. وأداء تانج وكلامه كانوا سيئين لدرجة إنهم جننوا الوحش، والشيطان بيبدأ يضربه وبيدمر كل حاجة حواليه. وقبل ما يقتل تانج، واحدة ست بتمسك الشيطان وبتضربه، وفي الآخر بتحطه في قماشة سحرية وبتحوله لدمية، وبيكون اسم الست دي دوان، وهي كمان صيادة شياطين. لكن لما تانج بيوريها الأدوات اللي بيستخدمها علشان يهزم الوحوش بتضحك عليه بجنون. وأهل القرية كلهم بيشكروا دوان على إنها أنقذتهم بجد. وتانج بيحس إنه فشل، لكن معلمه بيقوله إن تحويل الشر لخير عمره ما كان سهل. والراهب بيقوله إن في شيطان تاني لازم يهزمه، عايش في مطعم قريب وبيستخدم لحوم البشر في الأكل. وبالليل تانج بيوصل للمطعم، لكن بيلاقي الناس مستمتعين بالأكل وبتستقبله واحدة وبتبدأ توريه المكان. لكن تانج بيكتشف الحقيقة على طول وبيقول لها تظهر على حقيقتها. والشيطان بيهاجم تانج اللي بيجري مرعوب، لكنه بينجو لما دوان بتظهر وبتضرب البنت لحد ما بتحولها لغبار. بعدها بتهاجم كل الموجودين في المطعم وبتقضي على الشياطين واحد ورا التاني باستخدام حلقاتها، وبتصرخ على رئيسهم يطلع. لكن في نفس اللحظة واحد بيحاول يتسلل من وراها، لكنها بترد بسرعة وبيبدأ قتال عنيف بينهم. ودوان بتقدر تاخد الأفضلية وبتضرب الراجل. بعدين بتستدعي حلقات كتير وبتحدفها على الشيطان وبتستهدف وشه لحد ما بتقطع جلده وبيظهر أنف خنزير.
والشيطان بيبدأ يصد هجمات ديوان وبيحاول يقرب منها وبيهجم عليها وبتضطر تدافع عن نفسها، لكن بيوصل لها وبيضربها قبل ما تلحق تهرب تماماً. وديوان بتنط ورا الوحش وبتبدأ تضربه وبتجبره يظهر شكله الحقيقي اللي بيطلع إنه خنزير شيطاني، وبتقفل دراعاته وبتخليه مش قادر يتحرك، وبتصرخ على تانج عشان يساعدها وهي بتحبس جوهر الشيطان في حلقه، وبتطلب من تانج إنه يمتصه من الخنزير. وتانج بيحاول يجمع شجاعته عشان يخلص المهمة، لكنه مش بيكون قادر بعد ما بص في وش الوحش القبيح. وبالصدفة تانج بيتلخبط وبيسقط على الخنزير وبيبوسه، فبيمتص الشيطان جواه. وديوان بتاخد الجوهر بسرعة منه وبتحطه في الكيس بتاعها، لكن الشيطان بيطلع أقوى من إنه يتسجن وبيبدأ يكبر أكتر، وفي الآخر بيتحرر وبيظهر بشكله الوحشي. وتانج وديوان بيجروا بسرعة قبل ما المطعم كله ينهار عليهم، وبيقدروا يهربوا من الشيطان وبيوصلوا للبحيرة. وديوان بتسقط من الألم بسبب إصابتها وبتبدأ تظهر أنوثتها قدام تانج. وحظ تانج المحظوظ بيزيد لما بتطلب منه يضغط على جروحها عشان يوقف النزيف، وده كان تانج يقدر يعمله حتى لو كان هيخليه ينزف هو كمان، لكن هو مش بيكون فارق معاه كتير. ولما ديوان بتقفل عينيها وبتميل عليه عشان تبوسه، فجأة تانج بيفتكر إنه راهب وبيهرب منها فوراً، غالباً عشان مش عاوز يورط نفسه في أي مشاكل بعد كده. وتاني يوم تانج بيرجع للراهب الكبير وبيقوله إنه فشل من تاني، والراهب بيقوله إنه لو عاوز يهزم وحش الخنزير لازم يروح لملك كل الشياطين ويطلب مساعدته. والكيان القوي ده معروف باسم ووكونغ، والآلهة حبسته تحت جبل ضخم من 500 سنة بسبب الفوضى اللي عملها. وبالليل وهو بيتمشى في الغابة، تانج بيسقط في فخ عملته مجموعة ناس شكلهم عدائي جداً، لكن بيطلع إنهم شغالين مع ديوان اللي مخططة تجبر تانج على الجواز منها بأي شكل. وتانج بيرفض وبيقول إنه مش هيقدر يحبها لأن قانون الرهبان بيخليه يحب الكل بالتساوي. وديوان بتتعصب عليه وبتحبسه وهي مش عارفة تعمل فيه إيه، وأختها بتحاول تقنعها تكون أكثر أنوثة وتستخدم رأسها عشان تجذبه، لكن لما بتشوف حركتها الغريبة بتقرر تحط تعويذة على ديوان عشان تتحكم فيها أثناء ما بتحاول تغوي تانج. وديوان بتروح لتانج، لكن الأمور بتبوظ لما التعويذة بتخرج عن السيطرة، وبدل ما تغويه بتبدأ تضربه ضرب متكرر لحد ما التعويذة بطريق الخطأ بتنتقل لتانج. وديوان بتخرج من الغرفة وهي حاسة بالذنب، وفي نفس الوقت أختها بتبدأ ترقص، وده بيخلي جسم تانج يهتز بنفس الطريقة قدام الحراس اللي دخلوا يشوفوا إيه اللي بيحصل. والحراس لما بيشوفوا حركات تانج الغريبة بيبدأوا يضربوه، ومش بيوقفوا غير لما الأخت بتدخل بعد ما بتفهم إن في حاجة غلط. والموضوع بيتعكر لما فجأة شيطان الخنزير بيوصل، والمجموعة كلها بتجري على عربيتهم في محاولة يائسة للهروب، لكن الخنزير بيلحقهم وبيهجم عليهم. وديوان بتشوف ده، وبدل ما تسيب تانج بتدفعه من العربية قبل ما الشيطان يهجم ويدمر كل حاجة. ولحسن الحظ محدش بيتصاب، لكن الشيطان بيحاصرهم وبيكون عنده نية ياخد حقه من زعيمهم بسبب معركتهم اللي فاتت. وفجأة راجل بيظهر في هيئة نمر وبيهجم على الوحش وبيضربه ضرب شديد وبيرميه في الهواء وبيخلي الشيطان يهرب. والراجل ده طلع هو كمان صياد شياطين، وبيكون معاه شخص مشهور اسمه القدم القوية، وكمان أمير مهم مع مربياته الأربعة اللي دايماً بيأمرهم يرموا عليه ورود، لكن بيكون واضح إن خدمه مش بيعرف ينفذ الأوامر صح، ودايماً بيحرجوا قدام الناس لما بيناديه بالأمير المهم. والثلاثة بيبدأوا يتخانقوا على مين المفروض يقضي على شيطان الخنزير، وده بيخلي تانج يتعصب وبيقول إنهم بيعملوا كده عشان الفلوس والشهرة، وإنهم مش صيادين شياطين حقيقيين. وتانج بيقول لديوان إنها السبب في كل حاجة وبيزعق فيها لإنها ضيعت وقته. وديوان بتتعصب جداً وبتمزق الكتاب وبترميه، وبتبدأ تضرب تانج بعصبية وبتقوله إنه هو من غيرها ولا حاجة، وإنه كان زمانه ميت من فترة. بعدها بيشوف ديوان وهي بتحاول تقرب من الأمير عشان تغيظه، لكن بدل ما يتضايق بيسيبها وبيمشي، وديوان بتكون حزينة. وبعد ما مشى مسافة كبيرة بيوصل تانج أخيراً لجبل كله زهور زنبق، وبيشوف زهرة زنبق كبيرة طالعة من حجر بشكل غريب، فبيقرر يروح ناحيتها، لكنه فجأة بيلقى راجل شكله مجنون بيحضنه وبيبوسه من غير توقف. وتانج بيفهم على طول إن الشخص ده لازم يكون ووكونغ
وبيحاول يطلب منه المساعدة عشان يهزم شيطان الخنزير، لكن الراجل كان كل اللي بيهمه إنه يخرج من المكان ده، وبيحاول يخدع تانج وبيفضل يقوله إنه يقدر يحبس الوحش. لكن تانج مش بيضحك عليه بسهولة، وكونغ بيحاول يهرب، لكن الجذور اللي جوه الكهف بتحبسه وبتبدأ تعاقبه عشان عصيانه. وتانج بيحس بالشفقة عليه وبيقدم له موزة، وده خلاه يهدى شوية، وبيبدأ يحكي لتانج إزاي يقدر يهزم الوحش الخنزير. وبما إن الشيطان كان متعلق بمراته جداً، فكان الحل إنهم يخلوا واحدة ست جميلة ترقص تحت ضوء القمر، وده هيجذب الوحش ناحيتها، وساعتها وكونغ يقدر يحبسه جوه الكهف. وفجأة دوان بتنط جوه الكهف وبتقول إنها هتكون الطعم للشيطان، وتانج بيطلب منها تخرج، لكن وكونغ بيبدأ يضحك وبيعلمها إزاي ترقص، وهو بيغازلها بطريقة واضحة. وتانج بيكون واضح إنه معجب بيها فعلاً، وبيكون متضايق جداً وهو شايف المشهد ده. وبالليل دوان بتبدأ ترقص تحت ضوء القمر، وتانج كان واقف يتفرج عليها، وكل حركة منها كانت بتخليه يحبها أكتر وأكتر. وفجأة بيسمعوا صوت زئير مرعب، وبيشوفوا شيطان الخنزير لما بيوصل، وكونغ بيبدأ يتكلم مع الوحش من جوه الكهف لحد ما بيقدر يخليه يظهر تحت الزنابق. وفي اللحظة دي الوحش بيتسحب بالكامل، ودوان بتحول الشيطان لدمية وبتقدمها لتانج مع الوحش التاني عشان يستخدم طريقته في تحويلهم. بعدها بتلبس تانج خاتم وبتقوله إنها عايزة تتجوزه، لكن تانج بيرفض وبيفضل إنه يقطع صباعه بدل ما يرتبط بيها. ودوان بتخلع منه الخاتم بنفسها وبتقدم له كتاب الأغاني اللي كانت بتجمعه، لكنه بيرفض ياخده منها. وبتخرج دوان وهي بتعيط وبتوعد نفسها إنها مش هتقرب منه تاني. وتانج بيخرج من الكهف وبيبص للقمر بحزن، وبيكون حزين جداً بسبب دوان ومشاعره. وفي اللحظة دي بيسمع ووكونغ بينادي عليه وبيقول له يقطع زهرة الزنبق عشان هو كمان عايز يستمتع بضوء القمر. ولما تانج قطع الزهرة بيحس إن في حاجة غلط، لأن كل الزهور اشتعلت بالنار. وكونغ كان جوه الكهف بيضحك بجنون وبيتحرر أخيراً في كرة نار بتنزل قدام تانج على طول. والشيطان بيرمي تانج بعيد زي قطعة القماش، وبعدها بيشده تاني تحت الجبل وهو بيسخر منه عشان قدر يخدعه بسهولة وحرر ملك الشياطين. وفي لحظة غضب وكونغ بيهبش في شعر تانج بقوة ومش بيسيب منه حاجة، لكنه بيتعصب أكتر لما بيلاقي إن إرادة الراجل لسه قوية. وفجأة شيطان القرد بيحس بحد وراه وبيشوف صيادي الشياطين الثلاثة في المكان، وقبضة نجم الشمال بيستعد عشان يهجم على ملك الشياطين، لكن وكونغ بينطلق قبله وبيقتل الراجل بسرعة. وصاحب القدم القوية بيشوف ده وبيبدأ يتحول، ورجله بتكبر جداً، وبيركل قرد الشيطان بقوة وبيخليه يطير لورا. والراجل العجوز بينط في الهوا وبيدوس على ووكونغ، لكن ملك القرود بيخترق رجليه وبيطيره فوق الأمير. والأمير بيأمر الحراس يرموا الراجل العجوز بعيد، وبيبدأ يرمي سيوف كتير على شيطان القرود، وبيخلي ووكونغ يضطر يهرب في الهوا، لكن السيوف بتفضل تلاحقه وتهاجمه في كل حتة يروحها. وشيطان القرد بيطلع سلاحه وبيبدأ يضرب السيوف بعيد، لكن الأمير بيجمع كل الأسلحة في سلاح واحد وبيهاجم بيه شيطان القرد. والهجوم بيكون قوي لدرجة إنه بيبدأ يكسر عصا الشيطان، لكن السيف بيتحطم تماماً لما بيلمس القرد. ووكونغ بيزقر بغضب وبيخلق موجة صدمة بتخلي صائدي الشياطين يتحولوا لغبار. بعدها بيواجه تانج، لكن فجأة دوان بتقفز وبتحاول تحمي الراجل رغم كل اللي حصل منه، وبتبدأ تهجم على ووكونغ بخواتمها، لكن الأسلحة كلها بتتكسر لما بتضرب ملك الشياطين. وبتهجم عليه تاني، لكنه بيوقفها بسهولة بضربة على رأسها. وتانج بيزحف نحوها وهي بتهمس له وبتسأله لو كان حبها قبل كده. وتانج بيبدأ يبكي وهو مش قادر يعمل حاجة، وبيقول لها إنه بيحبها من أول ما شافها. وبعد اعتراف دوان بتموت والدموع في عينيها وهو بيحضنها وبياخد ختمها وبيحطه في صباعه. وقبل ما ينهي حزنه ووكونغ بيشيل جثتها وبيرميها في الهواء فبتنفجر لمليون حتة. لكن تانج بيسيب كل التعلقات البشرية وبيبدأ يقرأ كتاب دوان وبيردد الكلمات اللي جواه، فبيظهر تمثال ضخم وبيكون باصص على الكوكب كله. والتمثال العملاق بيبدأ يمد إيده ناحية الكوكب، ووقت ما دخل الغلاف الجوي إيده بتشتعل بالنار، وده خلق موجة صدمة هائلة. ووكونغ بيشوف ده
وبيرفض يستسلم، وبيجمع كل طاقته في جسمه، وبيتحول بسرعة لكينج كونج وطار لفوق وهو بيصرخ بعنف. وإيد التمثال العملاقة بتقرب أكتر وأكتر من الشيطان، ووكونج حاول يوقفها في آخر لحظة، وبالفعل قدر يصد الهجوم وهو بيصارع تحت الوزن الرهيب. لكن في الآخر قوة الشيطان مش بتكون كفاية قدام قوة التمثال العملاق، وبيتسحق تحت الإيد الضخمة، وتانج بيقدر أخيراً يهزم الشيطان. بعد كده بيخلع خاتم ديوان وبيربطه على راس القرد، وبيخلي الشيطان تلميذه الجديد. والراهب بيقول له إنه بقى جاهز للرحلة للغرب علشان يجيب الكتب المقدسة من الهند، ومعاه الشياطين اللي بقوا طلابه دلوقتي علشان يساعدوا في تخفيف معاناة البشر. فإيه رأيكم يا جماعة في الفيلم ده؟ قولولي في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان تشوفوا فيديوهات أكتر، وأشوفكم المرة الجاية.